كابتن حسين، الاهلي جاب صفقتين. انت فين يا كابتن حسين؟ انت ومجلس الاداره. مجلس اداره نادي الزمالك راح فين يا جدعان؟ محدش شاف مجلس الاداره. طب حد يطلع يقول لنا اي حاجه. طب الكابتن احمد سالم حتى يقول لنا يا اخوانا احنا جبنا اللعيب الفلاني. الاهلي اعلن عن صفقات وانت لسه في الملاحات والملاحه، وانا ايه ذنبي؟ ده لسان حال جمهور الزمالك. جمهور الزمالك قاعد عامل كده. هاي الصفقه جايه، مفيش صفقه يا عم. طب زيزو، مفيش زيزو يا سيدي. طب اي حاجه. طب اي حاجه تفك بيها علينا يا عم. احنا بنتغلب من اخر فرقه في الدوري يا عم. انت الله يصلح حالنا وحالك. احنا بنلعب بمصطفى شللي. انت شفت الكره اللي ساب الكره وجري فيها دي؟ جري طلع بره الملعب، ما يعرفش ان الخط ده اوت اصلا. يا عم عايزين لعيبه يا جدعان. نادي الزمالك محتاج 5 6 صفقات. مش هتجيب اطلع قول مش هجيب، لكن احنا قاعدين مستنيين النهارده 25. هتجيب امتى وهتجيب مين؟ شفت زد بقى؟ شفت الفرق بين اداره النادي الاهلي واداره نادي الزمالك؟ اداره النادي الاهلي قويه. هتديني مصطفى العش ولا يا باشا؟ اتفضل يا باشا، اتفضل يا باشا. لكن انت كنت هتبوس ايديهم عشان محمد اسماعيل اول الموسم. امشي يلا من هنا، يلا امشي يلا. فين كرامتك؟ فين هيبتك؟ انسى، ضيعتوا هيبه نادي الزمالك. والله ضيعتوها. والله هيبه نادي الزمالك ضاعت. ودور نادي الزمالك في الكره المصريه هيتلاشى زي ما حصل مع نادي الاسماعيلي. عرفتوا ليه؟ عرفتوا جمهور الزمالك بيعاني قد ايه؟ جمهور الزمالك اللي بيحب النادي قوي وبيحب اي حد بيخش جوه النادي، ما بيفرقش معانا اسماء. بس احنا اللي بنعمل النجم، احنا اللي بنعمل زيزو، واحنا اللي بنعمل بن شرقي. بمناسبة بن شرقي قريب جدا من الاهلي. يبقى بن شرقي وامام، والسنة الجاية زيزو. وعلى الله حكاية جمهور الزمالك، على الله. لك الله يا جمهور نادي الزمالك. برافو مجلس إدارة النادي الأهلي، بيروح يجيب أي لعيبة. معلش محدش يعرف مين هو اللعيب السلوفيني، بس تيشيرت النادي الأهلي بيخلي أي لعيب ينور. مصطفى العش لعيب كويس، وأنا متوقع له النجاح في النادي الأهلي، خصوصا إن مصطفى ممكن يلعب باك شمال. أنا مش عارف الدنيا رايحة فين في نادي الزمالك. نادي الزمالك رايح في طريق المهالك. مش عارف أقول أكتر من كده. لو مش مشترك في الصفحة اشترك، انت مستني ايه؟ ولو الكلام عجبك شيره في كل حتة. دي كانت ملاحظ كروية خاصة بيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.